الفيديو ده مش معمول عشان يتشاف وانت بتعمل حاجة تانية. هو معمول للحظة اللي بتبقى فيها لوحدك والدنيا ساكتة. لو حاسس ان في سؤال جواك مش راضي يطلع، كمل. خلي الصوت واطي واسمع بقلبك مش بودنك. عمرك سألت نفسك انت ليه دايما بتبقى قوي قدام الناس وأول ما تبقى لوحدك تتعب؟ ليه بتضحك في وشوش كتير بس ما بتضحكش وانت لوحدك؟ انت راضي عن نفسك؟ مش الرضا اللي قدام الناس، الرضا اللي بينك وبين نفسك. لو رجع بيك الزمن كنت هتختار نفس الطريق ولا كنت هتسمع صوتك أكتر؟ في قرارات أخدتها وعايش بيها بس عمرك ما اعترفت إنك ندمان، مش عشان الناس، عشانك انت. ليه بنستحمل اللي بيوجعنا ونسيب اللي يريحنا؟ امتى آخر مرة قلت لأ من غير ما تبرر، من غير ما تشرح، من غير ما تحس بالذنب؟ انت مين من غير دورك، من غير شغلك، من غير اللي الناس مستنياه منك؟ انت عايش ولا ماشي جنب نفسك؟ ليه أول ما تسكت الأفكار تعلى صوتها؟ وليه أول ما الدنيا تهدى قلبك ما يهداش؟ احنا اتعلمنا نكمل بس ما اتعلمناش نرتاح. اتعلمنا نستحمل بس ما اتعلمناش نختار نفسنا. امتى بقى التعب بطولة وامتى بقى السكوت قوة؟ يمكن المشكلة مش فيك، يمكن المشكلة انك طول عمرك سايب نفسك لآخر القائمة. الوحدة مش إن مفيش ناس حواليك، الوحدة إنك تبقى وسط ناس ومحدش حاسس بيك. في ناس بتهرب من الوحدة وفي ناس بتغرق فيها، وقليل قوي اللي بيفهمها. الوحدة ساعات بتوجع بس ساعات بتفوق، بتعرفك مين كان حقيقي ومين كان مجرد صوت. انت بتخاف من الوحدة ولا بتخاف تسمع نفسك؟ في كلام كان لازم يتقال وسكوت بوظ كل حاجة، وفي اعتذارات اتأخرت لحد ما بقاش ليها معنى. امتى تعرف ان الوقت عدى؟ لما الحاجة اللي كانت بتوجعك تبقى مش فارقة. احنا ما بنضيعش فجأة، احنا بنضيع حتة حتة، سكوت ورا سكوت وتأجيل ورا تأجيل. انت مش ضعيف، انت بس تعبت، ومش كل تعب لازم يبان. اوعى تستقل باللي حاسس بيه، واوعى تكمل في حاجة بتكسرك وتقول عادي. محدش هيعيش حياتك غيرك ومحدش هيحاسب غيرك. انت مش متأخر، بس محتاج تصحى وتفوق وتسمع الصوت اللي جواك قبل ما يسكت خالص. لو وصلت لحد هنا يبقى جواك حاجة لسه عايشة. ما تستعجلش الإجابة، سيب الأسئلة معاك وخدها معاك وانت نايم. غموض نص الليل احنا مش بنجاوب، احنا بس بنخليك تسأل صح. احنا ليه بنفهم نفسنا متأخر؟ ليه ما نعرفش قيمتنا غير لما نتعب؟ انت فاكر أول مرة اتكسرت ولا نسيها عشان كترت؟ في حاجات وجعتك بس عملت نفسك مش واخد بالك، وفي ناس سامحتهم بس عمرك ما نسيت. ليه بنحن الحاجات كانت بتوجعنا؟ وليه الخوف من الرجوع أكتر من وجع البعد؟ انت عمرك اخترت نفسك ولا دايما كنت بتختار السلام؟ السلام مش دايما راحة، وساعات الراحة تيجي بعد الخسارة. في ناس بتصحى كل يوم على نفس الوجع بس بتسميه روتين، وفي ناس بتضحك كتير عشان ما تشرحش. امتى آخر مرة حسيت إنك مفهوم؟ مش مسموع، مفهوم. يمكن أكتر حاجة بتتعب إنك تشرح كتير ومحدش يفهم. مش كل اللي بعدنا عنهم كانوا وحشين، بس مش كل القريبين كانوا ينفعوا. في كلام فضل في صدرك لحد ما تقل، وفي مشاعر ما لقيتش وقت تطلع. انت اتغيرت ولا بس بطلت تمثل؟
يمكن النضج مش إنك تبقى أقوى، يمكن إنك تبقى أصدق. اوعى تستقل بحزنك، واوعى تستحي من دموعك. الهدوء مش دايما ضعف، وساعات أقوى صرخة تبقى من غير صوت. لو الدنيا وقفت فجأة، إيه الحاجة الوحيدة اللي هتتضايق إنك ما عملتهاش؟ ولو صحيت بكرة من غير خوف، إيه أول خطوة كنت هتاخدها؟ مش لازم تجاوب دلوقتي، السؤال لوحده كفاية. أنت مش مطالب تكون تمام طول الوقت، ومش لازم تفهم كل حاجة دلوقتي. خد وقتك، بس ما تسيبش نفسك. إحنا كلنا بنخاف، مش من الوحوش ولا من الظلام، إحنا بنخاف من نفسنا، من القرارات اللي ما خدناهاش، من الكلام اللي ما اتقالش، من الناس اللي جرحونا، ومننا نفسنا كمان. لو بصيت جواك دلوقتي هتلاقي خوف صامت، ساكت، بس موجود. ومهما حاولت تهرب، الخوف دايما بيلاقيك. كل يوم بنختار، بس مش كل الاختيارات سهلة. انت تختار تقول الحقيقة ولا تمثل عشان محدش يزعل، تختار تسيب حد وراه ولا تفضل سايب نفسك. الاختيار مش بس قرار، الاختيار بيحدد مين احنا. ولو غلطنا، ده جزء من اللعبة، مش نهاية القصة. الوقت بيجري بسرعة، بس احنا ساعات مش حاسين بيه. الساعة بتعدي والأيام بتروح، والفرص اللي راحت مش دايما ترجع. انت مستعد تستخدم الوقت صح ولا هتسيبه يسرق منك حياتك؟ الوقت مش عدو، بس لو سبت نفسك سايب هتحس انه ضدك. في ناس بتخلينا أحسن، وفي ناس بتكسرنا من غير ما يحسوا. محدش كامل، لكن في حد أكيد يستاهل يبقى جنبك. انت قادر تميز مين واقف معاك ومين بس سايبك تمشي؟ مش لازم الناس كلها تفهمك، بس مهم انك تفهم نفسك. الندم مش دايما كلام بنقوله، هو شعور ساكت ساكن جواك. ممكن تعيش عمر كامل وانت متذكر قرار غلط، بس مش لازم يوقفك. الندم يعلمك تعرف تختار المرة الجاية، يعلمك تسمع صوتك أكتر. لو حسيت إنك تأخرت، اوعى تحس إن خلاص فات الأوان. لسه في وقت، لسه فرصة. لو شلنا كل الأقنعة اللي الناس شايفينها، اللي انت عملتها عشان تعجبهم، هتلاقي نفسك الحقيقية. مين انت بجد؟ ممكن تخاف تواجهها، ممكن تحبها، ممكن تكون غريبة شوية عنك. المهم إنك تعرفها وتبدأ تعيش مع نفسك مش ضدها. بعد كل سكوت، كل حاجة اتقالت لنفسك، بتبدأ تسمع صوتك في صمت، في هدوء. بتشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده، اللي فاتك، اللي ضايع، اللي كنت عايز تغيره. ده الوقت اللي تقدر تبدأ فيه. مش هتلاقي إجابات جاهزة، بس هتلاقي بداية. لسه في أسئلة ما تجاوبتش، لسه في حاجات محتاجة تفكر فيها. ليه إحنا بنعيش بالطريقة دي؟ ليه بعض الأحلام بتضيع؟ ليه بنخاف من مواجهة نفسنا؟ مش مهم الإجابة دلوقتي، المهم إنك تسأل وإنك تسمع نفسك. السلسلة دي لسه مكملة، لسه هتلاقي أجزاء جديدة. كل مرة هتحس إنك اكتشفت حاجة جديدة عن نفسك، عن حياتك، عن الناس. وانت لسه قاعد في هدوء ليلك، أسئلة جواك لا تنتهي، وكل صمت يخليك تسمع نفسك أكتر. فلا تستعجل الإجابات،
دعها تكون رفيقك في كل ليل وكل فجر، وتذكر أن غموض نصف الليل لا يغلق أبدا، وما زالت أجزاؤه تكتب في صمتك.